ولاد خالتي. السلام عليكم. شلونكم ولاد خالتي؟ شو الاخبار؟ الله يسعد اوقاتكم بجاه النبي. اليوم ان شاء الله رح اروح اشتغل حلاق لمدة يوم كامل. رح نعمل عدة فيديوهات يوميا، رح اشتغل بمصلحة جديدة ومهنة جديدة وتجارب جديدة. خلوكم معنا. وهي هلا اول مشوار، هي من صلة البيت. ما بعرف اذا باين معكم هنيك انه في هرم او لا، بس هو شو شوي الشمس هاي باين معكم. هاي هون من صلة بيتنا باذن الله. خلوكم معنا وهلا رح نروح نشتغل عند الحلاق. يلا رح نركب التيك توك. السلام عليكم. مجزر يا اخويا. بسم الله. السلام عليكم. هاي بداية طريقنا بإذن الله. هاي أول مواصلة كرمال نروح نشتغل حلاق. هلا هو بالصالون، على أول ما ازدلينا وحكينا صاحب الصالون نروح نشتغل عنده. اسمه صالون أسامة، موجود بحدائق الإهرام، البوابة أولى عند الكنيسة. بعد الكنيسة ب 300 متر على يدكم اليمين. بس أنا من بيتي هي فيها شوية مشوار، هي مثل ما عم بفرجيكم هي الطريق، والمشوار شوي بعيد من بيتي. يعني هي خطة مواصلات. أول شي بنركب تيك توك، بعدين بركب سوزوكي اللي هي تمناية ما ترفع عليها بنصب، بعدين بركب باص، بعدين رد بنزل بركب تمناية. هاي الحمد لله بعد ما وصلنا على الصالون الحلاق لكم. اسمه صالون أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بنفرجيكم شلون رح نشتغل. هاي عنوانه مثل ما حكينا، البوابات. بوابة رقم 1 بعد الكنيسة ب 300 متر. هاي برا. بس هون كمان في ريحة حلويات طاش لبرا، واسطة السعادة. الله يرزق علينا بنجرب الحلويات هون. هاي حنفوت على الصالون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ولاد خالتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الصالون. بسم الله. السلام عليكم. مين المعلم أسامة؟ السلام عليكم. شلونك؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله بخير. الله يسعدك. انا ابو همام، تواصلت معك مشان اشتغل معك لمده يوم كامل باذن الله. الله يسعدك. هاي ناخذ لكم لقطه عن كل الصالون. هاي هذا الصالون يعني اليوم رح اشتغل فيه باذن الله. هلو. هاي مثل ما حكينا. يلا اول شيء انا اشلح غير ثيابي. يلا باذن الله. هاي هلا بعد ما شرحنا الجاكيت بدنا نبلش شغل معلم. شو اولا لا الاحلام معلمي، شو بدي اعمل انا؟ هلا ليك مبدئيا نحن اول ما نفوت الصبح تمام، اول شيء عندنا الواجهه، رح نبلش بالواجهه. هي اول شيء تمام، لان هي واجهه المحل. هي كلها بتنمسح وبتلمع. هي اول شغله. ثاني شيء عندك المرايه هي والمرايه هي. اي شيء مرايه في عندك، هي المرايه كمان اي شيء مرايه تمام. وعندك 3 كراسي هدول كمان نفس الشيء، كلهم بيمسحوا تمام، بيتلمعوا هن، والصواني اللي تحت منهم هدول كمان بيتلمعوا كل يوم. في عندك هلا كمان التروليات. هذا اسمه ترولينج. هذا كمان بنفضيه، بنطلع المشاط، بنطلع الاغراض كلها، الفوط، هي كل شيء بنطلعه وبنروح شو ماسحينهم كلياتهم. نفس الشيء كمان الارفف هدول كمان نفس طيب الشيء. وين شلون بتمسحون؟ بالممسحه ولا بشو ولا بجريده؟ ممسحه؟ جريده بدنا ما؟ لا بالكنزه القديمه. حاضر. بالجريده. خذ هي جريده. هي جريده. وهي الملمع تبعها. هي حاضر. بلش اول شيء بالمرايه ولا بالواجهه ولا ما بتفرق؟ عادي بنبلش بالمرايه. حاضر. بس اهم شيء لا بتقص عليها كتير تمام ولا خفيف عشان ما تطق. حاضر. ما تكتر كتير، هيك تمام عشان ما تعذبك. الله يسعدكم يا اولاد خالتي. هي بلشنا الشغل. هي اول مرحله. هلا عنا تنظيف المرايه مثل ما قال لي المعلم يعني. بسم الله. هيك ظابطه معلم؟ تمام. اذا الله ما في شيء. عمل لك 3 مرايا صح؟ شو رايك هيك معلم عم توجوز؟ تمام تسلمي. هلا انا اليوم عم اشتغل مساعد حلاق.
هذا اليوم اللي عم صور لكم اياه مساعد حلاق، لان حلاق ما بحسن اشتغل دغري مثل ما بتعرف يعني. هلا ومساعد حلاق بدك لتصير حلاق وتتعلم يعني مو اقل من سنة. شو السبب معلم؟ لان مثل ما بتعرف هي المهنة بدها حرفة، وانت عم تتعامل مع الزبون مباشر، فما في اغلاط ابدا. يعني انت اللي بترسم رسم، لان يعني بيجيك الشخص بيقعد فانت بدك تطلعه باحسن شكل ممكن، فهي ما في اغلاط ابدا، يعني عكس اي مصلحة تانية. باذن الله هدول كمان بالمسح. هلا هدول بننزلهم وبشقفة قماشة هذا. ماشي، لا خلينا اول شيء شو عم نمسح بالجريده. طيب ماشي. هلا انا ممكن اعفيك من الواجهة اذا بدك. والله يا ريت. طيب. دغري تابت طيب. انا استلم زباين طيب خلص بلاها من هالواجهة. الكراسي شلون بنمسحوا؟ كمان بقماشة. هلا بقول لك وين في. ماشي يلا. هات اعطينا قماشة. من غير بطاطا ما؟ ايه خلص ما في داعي، القماشة بتبقى رطبة وبس. شكرا. يعني القماشة لا تبقى مبلولة كتير ولا تبقى ناشفة. حاضر. عشان ما تنزع الجلد. ايوه تمام. تمام. هلا وهيك بكون خلصت الموضوع الكراسي. باذن الله هذا اخر كرسي باذن الله. اي والله تسلم ايدك. لا والله الله ينور عليك يا باشا. بسم الله. هذا الكرسي لمين هون؟ هذا تبعي هذا، بس لسه والله ما جبت له الطاولة. تكرم عينك، هذا لازم الله يكرمك. تمام نهتم فيه. شو كرمال معلم؟ تظبطنا باخر اليوم، تحلق لي، تعمل لي سنفرة وكريمات. يا باشا الحمد لله. هذا المعلم لازم نظبطه ولا خالتي، على طول ظبطوا للمعلم مو تهملوه. خلي يرضى عليكم. اي والله. والله انا الشغل اللي عندي بعمره يمكن ما مسح هذا الكرسي، هاي اول مرة بيمسح تقريبا. مشي. يا عمي خليه عم ياكل عيش يا عم. جابوا. وليه بشبه هون. لا الاول هذا. تمام هيك اذا ما زي الفل. هي هذا كرسي الغسيل حلو. اللي بنغسل عليه. كمان بنمسحه؟ ايه جرب اذا بدك جربه. يلا بعد ما نمسح معلم خلينا نقعد على ماشي. النظافة. الله ينور. أنا اليوم لو يطلعوني عريس خليني اهتم لهم بخط التفاصيل. هلا ونحن كمان الحوض بقى نفسه هذا رحنا بنليفه تليف، بس رحنا لسه مليفينه فما في مشكلة يعني خلص. هذا بتليف تليف هذا. نقعد نجرب شلون قعدة الكرسي. بسم الله. ايه ده هو كده لا. قوم ساوي له اياه. ايه ايوه. خلاص باذن الله. هلا باخر اليوم باذن الله بجرب الكرسي. تسلم ايدك. هلا شو نبلش معلم؟ وهلا يا اولاد خالتي بعد ما نظفنا الصالون، بعد ما مسحنا المرايات ومسحنا الكراسي مسحنا حمام السباحه او كرسي السباحه هذا اسمه. هلا بعدين لما بيجي الزبون معلم شلون تسالوه شلون القصه، شلون الدهن، ولا كل الزباين عارفينها؟ هلا نحن اول شيء مبدئيا اول ما يفوت الزبون بنستقبله تمام، لو لابس جاكيت او شيء بناخذ منه الجاكيت وبنغسل له شعره لو عليه جيل او كريم. حلو تمام. اما لو الشعر ناشف هو لسه مثلا غاسل شعره بيقعد على الكرسي، اول شيء بنساله كيف حاب يحلق، الا لو مثلا هو متعود علينا ومتعودين عليه فخلص بنبتدي فيه مباشر، بيبقى عارفان ان احنا شو بدنا نحلق. تمام، يعني اغلب هون السكان هن الزباين عندكم بتعرفوا شلون. او في ناس بيجيك ناس جديده كمان فبتساله كيف بدك، مثلا بتحب انه حلا شبابي انه كلاسيك تمام، مثلا بتساله شو بتشتغل فمشان تقدر تحدد حالته كيف بتكون. يلا يا رب هلا نستنى باذن الله، الله بيكرمنا بزبون بيفز بسعاده. احنا هلا رح نستراح لحد ما يجينا زبون. يعني انت حتحلق؟ انا رح احلق بس باخر اليوم انا اكيد لازم احلق. ما شاء الله. انت حتحلق. طيب ماشي. راسي وداني ما بدنا حلاقه ولا خلاص يعني ماشي. تخيل انه اروح من غير حلاقه يقولوا لي ليش اشتغلت حلاق؟ لا تكرم انا يعني. هلا رح اقعد استراح يجي اول زبون ونفز دغري نستلم. ماشي باذن يلا. الله. نرجع لكم ولاد خالتي. طيب هلا الحمد لله بلشنا باول زبون. هاي شو اسمه معلم؟ هذا مناديل رقبه. مناديل الرقبه. تمام، هذا مشان نربط فوق منه الفوطه تبع القص.
حاضر مشان يعني الحساسية ومشان النظافة تبقى أمان كمان نفس الوقت. باذن الله. هلا هاي مين ما كان بيربطها الفوطه ولا في لها مثلا ربطه خاصه؟ هلا يعني كل واحد له ربطة بيقدر شو إنه بيرتاح فيها، بس هي أصولها يعني. اول شيء في لها ملعب. أيوة، تحط نفس الشيء من طرف التاني كمان ملعب، والمنديل هذا تروسه نظبطه عليها عشان يرتاح هيك الزبون. الشعر ما عاد ينزل، وهيك لا بيبقى حساسية، لا هيك أحسن وأنظف. شو بدك ومثل ما قلت لك بنسأله شو حابب تعمل. شو حابب تعمل معلم؟ شو بدك تحلي؟ السوالف ايوه والقفا. ايوه. هاي الحمد لله اول زبون رح نستقبله اخونا زبون مصري باذن الله، رح يخفف السوالف ويظبط النقره. بسم الله. بالنهاية نحن بنعمل على طلب الزبون، يعني هلا ممكن مثلا ناس تقول لي انه ليش ما خفيت له، ليش ما عملت له، ما سويت له، نحن هذا الشيء ما بنقدر نحدده ابدا. أيوة. يعني هو شو طلبه نحن نعمل له، بيقول لك اعمل لي سوالف شريها زيرو، شو ما فكر احنا ما بنقدر نقول له لا ولا اي شيء، خلص هو هيك بده نحن نعمل له اللي بده اياه. ان شاء الله. الا بقى لو انت مثلا شايف انه في مثلا قصه ثانيه بده يبقى شكلها حلو عليه، او مثلا خلص انه لا هي مو حلوه، او مثلا هي ما بتنفع مع شكل وشك، فانت اختار له بقى القصه اللي انت شايفها كمان شو مناسبه عليه اكثر. يعني في ناس بتتقبل رايك، في ناس لا هي جايه طالبه شيء معين فبدها هذا الشيء ما بتتغير يعني. يعني هو مجرد اقتراح بقترح عليه. كل واحد ذوق يعني، هالمهنه مثل اي مهنه يعني. مثلا في شاب مثلا بجوز يروح على مطعم يقول له مثلا حابب النهارده اني اكل شاورما، عرفت؟ يقول له مثلا لا تحط لي مخلل، فما بيقدر يفرض عليه يقول له لا المخلل اطيب كل مخلل، عرفت؟ فهمت كل واحد عليك. سبحان الله وذوق بالنهايه، يعني هي اذواق، باذن الله. حسب هو ستايله مثلا، حسب هو عمره، كل هذا بيلعب دور كمان. ولازم كل زبون ناخده نقعده على الكرسي تبع الحمام الغسيل ولا لا؟ قلت لك بالاول حسب الشارع، هلا الاخلم بده يعمل بس سوالفه وكذا فما حنقص له من فوق، فمو مهم انه شو يغسل. ما بيحتاج. هلا اذا مثلا هو كان بده يقص شعره كله طبعا يعني لازم تغسل له وتنشف له شعره وبعدين تبتدي شغلتين. هلا باذن الله بنشوف. هلا هو حلقته خفيفة كتير يعني، انه ما عم يعمل احلى هو بس عم ينظف نظافة السوالف والقفا، انه قصة بسيطة كتير يعني هاي. ومين ما كان بيحمل المكنه مثلا من اول كم يوم ولا لازم بدها خبره وفي لها لا معلميه؟ طبعا، لا طبعا، يعني هاي بالعكس من اصعب المهن ممكن تتعلمها. يعني هي المهنة الوحيدة اللي بتاخد وقت كتير لتقدر تجرب. هلا مثلا في مهن كتير انت يوم عم تشتغل ما عم تشتغل مع العميل مباشر، يعني مثلا مثل المطاعم، هلا انت وقت تشتغل عم تلف سندويش جوا ولا عم تعمل اي شيء ولا تلف حلواني مثلا جوا انت عم تشوي، فالصينية مثلا او السندويش اللي احترق خلص عادي حتغيرها، عرفت؟ ما في اي مشكلة. صح. اما مهنتنا طب انت لو غلطت مع الزبون شو حتعمل؟ ما خلص ما عاد صفى قدامك يعني اي شيء، فلا هون بدك وقت كثير. اول شيء بيبقى الموضوع نظري، الموضوع نظري بياخذ وقت منك كثير، يعني بجوز مثلا شهر 2 3 بجوز 6 حسب كمان شو الشخص عم يتعلم هو حاببها ولا لا. فلو مثلا هو مثلا شاطر وحاببها بجوز مثلا بعد 3 4 شهور يبتدي يشتغل. اما هو لو مثلا لا ممكن الان حتى كمان فرق السن بيلعب دور يعني. طيب ممكن نساله الزبون اذا بحب انا احلق له ولا لا؟ ما عادي. السلام عليكم. انا عم صور على اليوتيوب، عندي قناه على اليوتيوب، واليوم عندي اول حلقه لإلي انه بدي اشتغل حلاق لمده يوم كامل. ممكن تعطيني فرصه انه احلق لك شوي بس من ورا ولا لا؟ ماشي تفضل. حاضر تسلم ايدك. طيب ممكن تعطينا المقص والمشط؟ هلا جرب لانه رح اعطيك مثلا تعمل شغله اسهل من المكنه. شلون؟ طيب حاعطيك مكنه بس للتحديد. اجت فرصتي. طيب حاعطيك مكنه بس للتحديد. اجت فرصتي هلا. يعني بس بتحدد له القفا طبيعي، يعني اللي هو بيبقى متربع مبين الزيادات بس بتحدد له تحديد، هذا الموضوع اسهل لك. تفضل ممكن تصورني؟ بسم الله. راح فيها. هيك تحديد ولا هيك ولا ايوه هيك؟ بالعكس، هلا هيك المسكه بتبقى نمسك هيك ونبتدي مثل ما انك شايف ايوه. نعمل خط اول شيء تبع القفا عشان يبقى مزبوط، بعد ما بنضيف الشعر الزياده. حاضر بسم الله. اول شيء بنعمل الخط بعد ما بننظف. اذا تعورت معلم لا تقول. اسأله قول له بدك اذنك ولا ما بدك اياها؟
بدك اذنك ولا ما بدك هلا اياها؟ اذا بده اياها طشها واعطيه اياها، اذا ما بده اياها طشها وكبه. لا بس بيطلع معي شوي شوي. هلا هو الموضوع ممارسة يعني، فبياخد وقت كتير. بس مبدئيا هيك لا، موهبة الصراحة تستحق الشهرة بإذن الله. لا انا ما طلع بايدي كثير. طيب خلص مو مشكلة، بما انه اول مرة عادي. طيب يلا انا حكمل. كمل والله يا ريت وفرجينا، لان انا هلا صار دوري بالاحلام. هلا ممكن انت لو بدك تعمله ماسك يعني مثلا، موضوع بيبقى سهل كمان موضوع سهل ان شاء الله. هلا انا ببلش لك بالماسكات ولا الصوص. حجيب لك الماسك. يلا يا ريت. والله حزبطك تظبيط اليوم. وينك؟ اخوك حلاق معلم، صار لي سنين فيها، بس اليوم شو عم صور مشان هيك مالي فاضي احلق لك كثير. هلا هاي صنفرة، هذا ماسك تفتيح، فممكن تعمل له صنفرة في الأول، وبعدين فوطة سخنة، وبعدين تعمل له ماسك تفتيح، وتطلب منه يغسل وشه بالماء. يلا هلا اخواتي انا صار دوري، بدنا نبلش مع العميل. بسم الله. هيك ظابط ظابط. حتنضف يلا. وحده وبس ما يعني تهلا وشه بس وشه وانفه واسنانه. شوي. ايه ده، حتى على الشفايف. وقف وقف وراه. ايوه ورا الكرسي. يلا بس حاول ما تنام فوق الزبون، يعني مثلا نزل له السنادة شوي. تمام. بايديك تنتين. تنتين. هو شعراته كراميل كلياته، لانه مكتار الكريمات هدول. هاي لانفه كمان احلى من السوا. تكرم عينك. هل كم دقيقة لازم ضل عم اعمل له؟ لا ما في، هو موضوع عبارة عن 20-30 ثانية بيبقى. صاروا 30 ثانية معلم. بس هات له فوطة سخنة بقى وتمسح له وشه. من وين فوطة سخنة طيب معلم؟ انا حجيب. يلا يا ريت نكون شو زبط ولا لازم. هاي شنبك كمان ها، شوارب ودهن دنيتك كلها. هاي سخنة؟ هاي هلا الفوطة سخنة سخنة، شو بعمل فيها؟ شوفوا البخار اخواتي ولاد خالتي. بسم الله ادهن له سكر. تتحمل اذا ضايقتك قولها. انا ماني متحمل هالمرة سخنة. بسم الله تحمل. الولد اغمى عليه. لسه عايش؟ اذا عايش ارفع ايدك. لا عايش الحمد لله. لا عايش الحمد لله، بس بيعذب شوي. صار لي كريم بين اسنانه. صار بين اسنانه حطينا له. عادي عادي يا عم. ما انه اول مره قلنا لك احنا تصوير وتحملنا. بسم الله. هاي وين هلا حضر الماسك الابيض انت وانا حطه على التعقيد. الماسك الابيض؟ حاضر. يغمض عيونه. عادي. كثير هيك ولا حاضر. هاي شو هلا حطينا له الماسك الابيض ولاد خالتي. بسم الله. ايوه والله اليوم رح ترجع على بيتكم ما رح يعرفوك العالم. ما تمشي بالشارع يقولوا مين هالعريس، يعني طلعت اليوم احلى عريس. ما هيك بتعمل بزبون. يلا نصان احنا عم نحدد المي. طيب وشه كب عليه مي ولا شو؟ لا 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 بس يعرف.
حط له هلا في وراك شامبو، في وراك بلسم، وراك حمام كريم. حاضر. اول شيء شو بنبلش؟ شامبو. سانسيل. لا خلينا بالاولى هاي. تمام. فاتكة. تمام. ما بيأثر، حط زبط الله يكرمك. يلا دلك. ايوه برافو عليك. بس لا تنسى انه بين ايديك راس بني ادم، فحاول تعمله بحنية اكتر من والله هيك. بعتذر، انا اول يوم. ما عادي ولا يهمك. حاجة هذيك كنا حرقناه للزبون، هيك ما يصرف لي. لا تخاف بيادية. هيك خلصنا له غسيل. هلا شلون بعدين؟ تمام. هات فوطة بقى من الباترينا. فوطة من البيت. من الكبار ولا هاي شو هاي؟ لا لا هات من التانيين. تمام. شو نعمل؟ نشف له شعره بقلب الحوض، شلون؟ يعني حنمسكها طيب هيك. ممكن انت تعلمني شلون؟ انا الان ما راح اعرف. ايوه. لازم نشوفهم منيح منيح مشان ما نبلل اواعيم. مشان كمان اذا الجو برا بارد، مشان ما دغري الواحد شو بتصرفها لفوق لورا ولا على اليمين؟ والله تكرم عينك يا حبيبي. طيب باذن الله شو اليوم بدي اطلع حلاق فنان انا. والله نيال بدي تكرم عينك. والله احلى عريس، احلى عريس يا ابن خالتي الورد. بسم الله. عريس. عم شي شو معلم؟ نعمل لك بخيط. لازم دايما يا ولد. تسلم يدك. الله يسلمك. هاي هلا اولاد خالتي، يعني مو معقوله بعد ما اشتغلت حلاق لمده يوم كامل وكنا بالتجربه، والله يعين الحلاقين على الوقفه الطويله، هلا صار لازم دوري احلق على البيت. الله يسلم الايدين يا معلم. تعرف احلاتي ولا لازم نقول لك عليها؟ بتحب تتركني على ذوقي عادي، بتحب انت في شي معين بعمل لك اياه. على ذوقك معلم، بس اهم شيء الدقن معلم لا تخففها كتير. الله يسلم الايدين يا رب.
هاي كرمالي صاحينا. هيك سبحان الله، الواحد اول ما يقعد على الكرسي الاحلاها بينعس ما بعرف ليش، مع انه الواحد حتى ولا فاهم منه بس بينعس. مرحلة نحط ماسكات ونعمل القصص. تفضل. ولاد خالتي، هاي هلا بعد الحلاقة، بعد ما زبطنا الكوافير ابو السيم والله تسلم ايده، هلا الله يسلم الايدين بجاه النبي. نعيما يا بس. الله ينعم علينا وعليك ويرحم والدينا ووالديك. ما فيك شي بخت عطر؟ ممكن تبخبخنا بالعطر وتظبطونا، خلونا نطلع عريس. الله يسلم ايديك. ولاد خالتي، هاي اليوم بعد ما خلصنا الشغل ولبسنا وتهندسنا، وهلا شو صار لازم نتشكروا لابو السيم على الاستضافة الحلوة وتحملنا رغم كل اخطائنا. ابو السيم الملك والله يسلم ايدك، شكرا لك والله، الله يسلم ايديك يا رب، وعن جد كانت تجربة ممتعة. ومثل ما قلت لكم انه دوام الحلاقين طويل، بس انا اليوم شو اجيت نص دوام، يعني تقريبا من الساعة 4 العصر، هلا تقريبا صارت شو الدنيا بالليل الساعة 11 او 12. وتسلم ايدك يا رب، وشكرا لحضرتك، وباذن الله يوميا في عنا فيديو جديد بتجربة جديدة وبشغلة جديدة. باذن الله تكون متابعينك يعني. الله يسعدك، شكرا لك، يلا السلام عليكم.